بعد الفيديو ده مش هنشتري البسطرمة تاني من بره، خصوصا ان سعرها عدى 400 جنيه. هنعملها في البيت. عايزة اقول لكم سهلة وسريعة، اي حد مبتدئ هيعمل احلى بسطرمة في البيت. هنحتاج ايه؟ هنحتاج عرق تربيانكو. عايزه اقول لكم وزنه 2 كيلو 600. شلنا كل الجلد اللي عليه وبعدين نشفناه كويس بمناديل وغلفناه بالملح كويس جدا. اهم حاجه خطوه الملح دي، وما تخافوش مش هيبقى حادق عشان لسه في خطوات جايه كتير. هنجيب قماشه بيضه نظيفه وشبكه ونلف العرق بتاعنا في القماشه البيضه ونحط الشبكه دي في صينيه. اهم حاجه ان هو يبقى على حاجه مرتفعه ونحط عليه اتقل حاجه عندكم. لازم يتكبس كويس عشان ينزل كل السوائل والميه اللي فيه. هنسيبه في الوضع ده لمدة يومين. بعد كده هنلاقيه ان هو نشف وخس خالص. دي اهم خطوة عندنا. نشيل كل الملح ونشطفه بالمية، وبعد ما نشطفه بالمية ننشفه تاني كويس قوي. وبعد كده نبدأ نعمل فيه فتحة ونربط فيها خيط كويس ونعلقه في اي ايد من ضلفة من دولة في المطبخ. المرحلة التانية بقى توم وفلفل وشوية مية نضربهم في الكبة لغاية ما يبقوا ناعمين خالص. نحط عليهم حلبة مطحونة وشوية بهارات. كل المقادير والخطوات هكتبها لكم تحت الفيديو. وبعدين في الاخر خالص بعد ما عجننا الكلام ده زودنا معلقتين زيت عشان يديني لمعة. بعد كده ناخد الخليط ده نفرده على العرق بتاعنا كويس قوي ونعلقه في المطبخ لمدة 10 ايام. وبعد كده هيبقى معانا احلى بسطرمة ممكن تجربوها. اعملوا شير للفيديو. باي.